السلام عليكم. إذا كنتم من المتابعين الجدد لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واتركوا لنا لايك للفيديو وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غادي نشوفوا فيه الندوة الصحفية ديال وليد الكراكي مع الحارس الثاني ديال المنتخب اللي هو منير الكجوي اللي طرات هذا الصباح. بلا ما نطول عليكم الإخوان ندوزو ديريكت نشوفوا هذه الندوة الصحفية. سفيان رشيدي قناة رياضية. سفيان في اليمين كاملين مشيتوا لليمين اليوم. الجهه ديال الحكيمي مزيان. وليد اولا كنتمنوا لكم التوفيق ليك والمجموعه ككل. عندي سؤال كيرتبط بلا ريكوبيراسيون من بعد 3 ماتش ديال لو تري او نيفو، سواء الماتش الاولاني ديال لا كرواسي سواء بلجيكا سواء الماتش الاخراني ديال كندا. اكزومبل ديال يوسف نصيري لي فور ليدر، لو نومبر ديال السبرينت ليدر في الماتش ديال كندا كانت شي حاجه انورم. يعني كيفاش كانت لا ريكوبيراسيون واش الدراري كاملين اون فورم سور لو بلون فيزيك، سورتو على انه هذا الماتش كونتر الاسبان غيكون اوتر شوز. ثاني حاجه كنتفكر على انه اخر عام ديال لويس انريكي مع اف سي برشلونه كان في 2004. انت 2004 جيتي لراسينغ سانتاندير، واش غتكون ان شاء الله نهايه العهده ديال لويس انريكي وبدايه عهده جديده لك ان شاء الله باذن الله كمدرب في الكوب دي موند. سؤال اخر لمنير محمدي. منير لا دوزيام كيسيون. منير محمدي، ربما ممكن على انك تدخل التاريخ في هذه المشاركه في كاس العالم، شاركتي في المونديال ديال روسيا، مشاركه اخرى في هذا المونديال ان شاء الله باذن الله سواء لعبتي ولا ما لعبتيش، باش تدخل المصاف الحراس كبار كبادو زكي، حراس يلعبوا في لاكوب دي موند. بالتوفيق لكم، شكرا. الجواب إنه لشرف كبير لي أن أشارك هنا في نسخة كأس العالم الثانية مع منتخب بلادي. هذا شرف لي وسوف أواصل صناعة التاريخ، ونحن سنحاول جهدنا وأن نواصل هذا العمل وأن ننجز أشياء كبرى. الأمر المهم هي أن نفوز في المباراة التالية وأن نسعد جميع المغاربة ونجعلهم فخورين بنا. تلك المباراة هي أشبه بالنهائية، لذلك سنحاول قصارى جهدنا أن نحقق الفوز في تلك المباراة وننتقل إلى ربع النهائي ونصنع التاريخ معا. نو على الكوتي فيزيك اي فرقه دابا ملي كتبغي تمشي بعيد في لا كومبيتيسيون خصك تكون موجود. عندنا ان جروب والدراري لي ريكوبيراسيون بحال ديما اللي درنا جو بونس غيتلعب ماشي غير في لو كوتي فيزيك، غيتلعب في لو كوتي مونتال. il va falloir qu'on soit fort mentalement pour pouvoir répéter les efforts. والدراري موجودين على هذا الشيء. بحال اللي قال منير سين فينال لينا حنا اوني بريباري باش نفرحوا الشعب ديالنا ونحتوا لو ماكسيموم. واللي غيعيا بحال اللي درنا في لي ديرني شونجمون غيخرج غيخلي بلاصتو لواحد اللي يقدر يموت معنا. هادشي اللي كيامنا. دونك لا ريكوبيراسيون كنديروها اون ان فري ستاف ميديكال تا هو اليوم خصني نقولها عاونونا بزاف، عاونوا الدراري. مي فوالا كون اون ايكيب كوم لو ماروك on se doit d'avoir les moyens de la récupération. Ou le GMA ou le staff médical, on a du très très haut niveau et je ne suis pas inquiet de ce côté-là. Et en plus, on a 2 préparateurs physiques espagnols. Donc voilà, on a le côté athlétique. Bonjour coach, bonjour Mounir. صراحيا موقع لو ماتان سبور. كوتش وليد كنعرفوا باننا فايتنا تواجهنا مع المنتخب الاسباني سنه 2018 في كاس العالم ديال روسيا، وكما كنعرفوا لولا الفار ولولا التحكيم كنا نخرجوا فايزين في هذيك المقابله. اليوم الحكم فرناندو الحكم الارجنتيني هو اللي غادي يحكم المقابله، هو نفس الحكم اللي كان حكم المباراه الاولى امام المنتخب الكرواتي، وحكم اللي كان تغاضى بزاف على اعطاء البطائق الصفراء كما شفنا. واش نتوما ما عندكمش تخوف من هذه النقطه هذه ديال التحكيم؟ ميرسي. نو واللي طرا في 2018 واللي طرا قبل ما كيهمناش. حنا اوني كونسونطري سور نوت ماتش. حنا مكونسونطري شنو غنديرو. لاربيتراج كاينه في الكره، كاين دي زيرور بور دي زيرور كونتر. لاربيت اللي كان معنا ضد كرواتيا بان لي دار ان تري بون ماتش. و لي زاربيت بحال لي زيكيب اللي كاين في كوب دو موند هما لو توب مونديال. دونك ما كيامناش هادشي. حنا اللي كيامنا هي اللي غنحطو في التيران لي ديتاي ديالنا وان شاء الله لو ريست سي با امبورطون. الدراري مشاو تبحروا مرتاحه الدعوه بيس. واش وليد جاهز باش يريب الحفله؟ وحنا عارفين وليد كيربي اي واحد كيستصغر من ليكيب ديالو تيربيه. منير سبيكتاتور لحد الساعه الناس واحله في التيكيت المارشي نوار واصل المليون ديال السنتيم باش يجيبوا هاد التيكيته باش يتفرجوا في منير ويشوفوا وليد كيكوتشي وكيقول سير منير تماركي ولا طلع ياسين. المهم
شنو عندكم واحد الضغط باش تعطي واحد الجيفت واحد الجيفت لهذا البيبليك واحد الهديه؟ نعم، نحن نحاول أن نسعد مشجعينا ولكي نتمكن من لا شيء مجزي أكثر في الحياة من أن نرد لهم التقدير، وهذا كان توقيت مثالي ومباراة مثالية لكي يفخروا بنا ويعتزوا بنا كما نحن نفخر ونعتز بهم. لذلك نأمل بأن نتمكن أو نكون قادرين على أن نهديهم هذا الفوز، كل من هم هنا ويؤازروننا ويشجعوننا حتى في المغرب من جميع أرجاء العالم. جميع المغاربة سوف نترك ونقدم كل شيء في الملعب. للمدرب عندي سؤالين لك. سؤال واحد، أنت لعبتم في مواجهة إسبانيا في عام 2018 وأنت هل تتحدث الآن عن الانتقام؟ هل الانتقام لذيذ؟ والآن في قطر أنا قابلتك في أول أسبوع في المغرب وقلت أن طموحي لا حدود لها. ماذا يعني هذا الأمر بالنسبة لك أن تصل إلى كأس العالم في قطر؟ الثأر الانتقام، كلا، نحن لا نسعى وراء الانتقام أبدا. نحن هنا لكي نخوض المنافسات، نحن لا نتذكر ما حدث في الماضي ولا نستحضره. لدينا جيل جديد في فريقنا وهذه العقلية يجب أن تتغير في المنتخب المغربي. لقد تغيرنا، بلدنا تغير من ناحية تنافسية. نحن نريد أن نكون تنافسيين وهذا الفريق مختلف، وحتى المنتخب الإسباني تغير. لدينا منتخبين فريقين يلعبان على أعلى المستويات، سوف نتقابل ونسعى وراء الفوز. أما الانتقام لا أظن بأن علينا أن نتكلم عن الانتقام، هذا لا يفيد أحدا. أنا قلت لك بأن طموحي لا حدود لها. هل قلت هذا الكلام في مؤتمر صحفي أم على الهامش؟ ولكن نعم أنت محقة، أنا طموحي لا حدود لها. السؤال، المهم الإخوان، كان هذا أبرز ما قال المدير الفني ديال المنتخب الوطني مع الحارس الثاني ديال المنتخب منير الكجوي. نلتقاو في فيديو جاي إن شاء الله.